كشف موقع الجزائر تايمز الجزائري يوم الأحد أن اجتماعا موسعا وهاما نظمه نشطاء الحراك في الريف من أجل عدم الإساءة للمطالب المشروعة لساكنة الحسيمة، حيث تبرأوا خلاله من تصرفات الزفزاف المتهورة بعد فضيحة الكلمات النابية داخل المسجد يوم الجمعة الماضي. وأعلنوا أيضا انتهاء الزفزاف كمتزعم للحراك بعد فضائحه الأخيرة. وأكدت مصادر الموقع المذكور أن النشطاء قرروا إعادة صياغة ملف المطالب وفتح الحوار مع الدولة بعيدا عن القلائل المتسببين في الفوضى الذين سيتم تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم. تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أعلن اعتقال 20 شخصا وجهت لهم تهم الإخلال بالاستقرار والاعتداء على قوات الأمن والتحريض على الفوضى وغيرها. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت بتاريخ 26 و27 مايو الجاري 20 شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون. وأفاد بلاغ الوكيل العام للملك أن النيابة العامة كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص. وأشار البلاغ إلى أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية جاء بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وذلك في أعقاب الوفاة المؤسفة للفقيد محسن فكري، والتي كانت موضوع بحث قضائي ونظرت فيها الهيئة القضائية المختصة في جلسات علنية في المرحلة الابتدائية.